السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده انا هعمل هريسة الشطة. طبعا اللي فوق الوش ده فلفل رومي، انا غسلاه مقطعاه. طبعا انا مرضتش ان انا اطول عليكم الفيديو. بصوا بقى، ده فلفل حامي جدا، نار حامي جدا جدا جدا. هريسة الشطة بتاعتي انا بعملها وبتقعد معايا بصوا بالشهور في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجة. بصوا الفلفل بتاعنا زي الفل، انا غسلاه كويس جدا. دلوقتي هوريكم بقى هنعمل ايه. بصوا بقى، الفلفل اهو، وادي الكبه بتاعتنا الجميله تمام. وهحط معاهم راس توم. عايزه تحطي راسين براحتك اللي انت حباه. انا اولا هحط التوم كله في الكبه اهو، شايفين؟ وهحط معاهم معلقتين ملح، معلقتين من الملح. تمام كده يبقى الثوم والملح، وهنحط الفلفل زي ما هو كده. الكبه هتفرمه، انا ولا بحطها على النار ولا بعمل فيها اي حوارات ولا اي حاجه خالص. تمام، مفيش اكتر من ان انا بغسل الفلفل كويس جدا، بقوم مقشره راس ثوم. انت عايزه تحطي اكتر براحتك. دي بتنفع معايا في السمك، في دقه البتنجان، في حاجات كتيره قوي، في الكبده طبعا. تمام طبعا. يلا بقى نضرب الاول عشان ما دوشكوش واعمل لكم دوشه. نبدا فقره. لابسه كلوفز ليه؟ علشان الفلفل نار مهما تحطي. لو هو جبتي نص كيلو حامي وحطيتي معاهم 2 3 كيلو بارد، مش هيبطل برضو الحرقان بتاعه، لانه نار جدا. ده الوقت اللي تخزني فيه هرسه الشطه هتبقى معاكي ممتازه. نفضيها بقى واوريها لكم. بصوا بقى، جربوها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم جدا. انا ولا بحط على النار ولا بعمل اي افتكاسات من اللي بيعملوها دي. طبعا انت لما بتيجي تعملي السمك بتقومي تحطي الفلفل والثوم والبهارات والحاجات دي كلها في قلب الكبه. انا طول عمري بعملها كده، ومن السنه للسنه بتفضل معايا وبتقعد معايا في الشهور في الفريزر، وكاني لسه عاملاها بالظبط. حابين تجربوا الطريقه دي؟ على دماغي من فوق، واتمنى ان الوصفه تعجبكم. مع السلامه.